السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شيماء من مطبخ مزمزم وبلال. معلش انا اسفة اتأخرت عليكم كتير، بقالي كتير ما نزلتش يعني فيديوهات لظروف ما يعني. بس فان شاء الله نبدأ مع بعض ونستمر. وبس هقول لكم بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ النهارده اليوم كده معانا من اوله. يعني انا عملت حاجات انجزتها في يومي فحبيت ان اشارككم معايا. فيا ريت يا بنات ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، علشان زي ما انتم شايفين انا بقالي فترة والقناة يعني المهم القناة عمالة يعني مش عايزة تطلع خالص. المهم يعني بس تدعموني باللايك، مش عايزة اكتر منكم، بس تحطوا لي لايك عشان انتوا عارفين اللايك مهمة جدا بيرفع الفيديو. تمام. النهارده بس بدأت اليوم كده، قلت بسم الله وقعدت فطرت شربت الشاي بتاعي. تمام. وبعد كده قلت بقى اعمل للولاد كده، اعمل لهم كده ايه شوية معجنات يعني. تمام. بس هم بيحبوها يعني، قلت يفطروا بيها هم كمان. فبديت اليوم عجنتها وحطيتها كده تختمر. تمام. ده كان فينو، وكنا هم عايزين يتغدوا بيه، نعمل بيه سندوتشات سجق وكده. بس للاسف انا يعني انا بديت وكان النور بعد كده قطع بقى للاسف يعني. المهم يعني المهم العجينه اختمرت، وقلت بقى اعمل لهم فينو كده ياكلوا بيه، اللي اعمل لهم يعني سندوتشات وكده. تمام. المهم راح ايه النور بقى ايه قطع. طبعا هيفطروا منه، نعمل سندوتشات جبنه وبيحبوا الجبنه والمربى. تمام. وكمان قالوا لي نعمل ايه، نعمل نحط فيه نعمل سندوتشات سجق يعني. المهم عملت الفينو وعجنت العجينه والنور راح قطع. ما لحقتش بقى اكمل معاكم، فقلت طبعا هكمل بقى الفيديو، مش هستنى اما النور يجي. فكنت حاطاه بقى اختمر زي ما انتم شايفينه كده. وهنا كان دخلت الفرن وطلعته، انا بوريلكم هنا عند الشباك عشان طبعا النور. قلت لا انجز، لان انا لو قعدت استنيت النور كان هناكل الفينو وكان هيخلص يعني. بس في المهم زي ما انتم شايفينه، حتى من لخمتي نسيت ان انا ادهنه اي حاجه من فوق، بس طلع الحمد لله حلو متحمر. طبعا انا بغطيه بفوطه زي ما انتم شايفين، وطلع طري وزي الفل. طبعا هنا ولادي كانوا بيختبروا برضو فينو بيشوفوا طري ولا لا. بس فكان حلو يعني، فطروا منه واتغدينا كمان منه. تمام. بس كده. وبرضو كنت عايزه برضو اصور لكم وانا بعمل السجق، بس ايه النور بقى كان قاطع الصراحه، ما كانش هيبان يعني. قلت لكم، قلت بقى مره جايه تانية ان شاء الله. المهم ده كان ايه اول اليوم. تمام. كان النور بقى جه، عملت كمان عجينه في نفس اليوم، عملت عجينه طعميه. انا بعمل كميه وبشيلها في الفريزر، علشان لما اعوز ايه يعني اسحب منها عادي. هي هنا باينه انها خضر قوي، بس هي مش خضر قوي كده. انا كترت فيها الخضره شويه، لكن مش هي غامقه قوي هنا. بس طبعا الخضره مفيده، احنا ما بناكلش الخضره اصلا غير في المحشي. يعني انا عندي الولاد ما بياكلوش الخضره خالص غير في المحشي، فبحاول انا احط لهم خضره في العجينه يعني. بتطلع جميله وزي الفل، ولا بتتحرق ولا بيجرى لها اي حاجه. حطيتها. وانا كان عندي العلب دي من الاول، ما اشتريتهاش يعني، كنت جايباها من الاول يعني. فقلت استخدمها بدل ما مركونه. ممكن تحطي اكياس، لو انت ما عندكيش العلب دي حطي اكياس بلاستيك، وبتطبقيها كده بطريقه معينه تفرديها عشان تاخدش معاكي مكان في الفريزر. وهنا بنتي كانت بتقول ان هي خدت علبه منه وحطت فيها حاجتها. قالت لي اوريها لهم، قلت لها اوريها لهم. بس ده كان يوم تاني بقى ايه. كان الديسكات بتاعتهم زي ما انتم شايفينها كده، بصوا عامله ازاي فظيعه. طبعا بيلعبوا عليها هو اصلا التراب، عشان هي جنب البلكونه فبتتوسخ. تمام. فالمهم غسلتها وصبنتها خليتها زي الفل، وبعد كده طهرتها لهم بقى. وهم بيقعدوا اصلا ساعات يلعبوا عليها، ساعات ياخدوا مني حته عجينه يقعدوا يلعبوا بيها، يعملوا بيها اشكال باللعب بتاعتهم. هنا قلت لبلال شيل الورقه دي عشان هتبوش، قال لك لا انا عايزه اخليها. قلت له طيب. المهم غسلتهم، وغسلت كمان الشنطه بتاعته، وغسلت له الكوتش بتاعه. وبس. وده كان برضو ايه، من روتين كده، ايه حاجات يعني عملتها في يوم. هنا بقول لكم يومين بس ويرجعوا زي ما كانوا. مش مشكله، يعيشوا ويوسخوا، وربنا يبارك فيهم يا رب، ويرزق كل مشتاق يا رب بالذريه الصالحه، قادر كريم يا رب العالمين. بس هنا طمنينا على احوالكم، عاملين ايه. و... وعايزه اقول لكم يا بنات، يعني التزموا بالورد بتاعكم بتاع القران، ما تكسلوش عنه، لانه ده حاجه اساسيه لازم. لانه انتوا عارفين الحياه تاخدنا وشغل البيت ما بيخلصش. فانت لازم الورد بتاعك لازم تخلصيه، يعني لازم تعملي لك ورد ما تطلعيش عنه. يعني ما لازم تخلصيه في نفس اليوم، تحطي كده وتعزمي يعني ان شاء الله. متنسوش الاستغفار والصلاه على الرسول. تمام. هنا كنا رحنا النادي كده في يوم، انا وصاحبتي وولادها، فسحتهم شويه. تغيير جو يعني، ما بيحبوا يروحوا النادي عشان اللعب وكده. وبس. ده كان تاني يوم بقى، اختي كانت قالت لي تعالي انا عازماكي على محشي. طبعا جريت على طول. ربنا يديها الصحه ويبارك فيها يا رب. كانت عامله لنا محشي كرنب، وكمان ورق عنب وفراخ. وبس. وده كمان ده كان يا بنات الفيديو بتاعي. ما تزعلوش مني ان انا الفتره دي ما نزلتش، غصب عني، كانت ظروف وعدت الحمد لله. بس ما تنسوش اللايك عشان القناه تشتغل وتكبر. وبس. وشكرا جدا ليكم،
ويا رب يكون الفيديو بتاعكم يكون الفيديو عجبكم، وتكونوا حتى استفدتوا منه حاجات صغيره حتى بسيطه كده، او استفدتوا منه باي حاجه. فتنسيش اللايك وحطوا لي تعليق حلو او صلي على الرسول في الكومنت، وبس مش عايزه منكم اكتر من كده، وتدعوا لي دعوه حلوه. تمام. يا ريت تشجعوني عشان انتوا عارفين يعني الواحد لما بيشوف تعليق حلو بيتشجع ان هو يكمل. شكرا جدا لكم، السلام عليكم ورحمه الله.